أهلا وسهلا فيكم. اليوم عملت تشكيلة من المخللات، هذه حضرتها لشهر رمضان إن شاء الله. كل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير. عملت مخلل لفت ومخلل زهرة ومخلل كمان الملفوف الأحمر ومخلل الملفوف الأبيض مع الجزر. هذه أول تحضيرات شهر رمضان إن شاء الله. بنبلش أول شي بمخلل اللفت. عندي هنا 2 كيلو، يعني تقريبا 2 كيلو من اللفت. غسلتهم كتير منيح وبقطعهم، يعني أي تقطيع بتحبوها، بس المهم تكون القطعة خميلة شوي كبيرة مشان ما يطرى معنا. هون أنا اللفت ما بقشره، بخليه بقشرته هيك أحسن، بحافظ على القرشة. وبرش عليه معلقة من الملح وبتركه تقريبا ساعتين، هيك بحركه وبتركه ساعتين لحتى يطلع المي اللي منه. وعندي هون الشمندر بقشره. كل كيلو من اللفت باخد حبة من الشمندر هذا الحجم. والشمندر طبعا بقطعه قطع تكون رقيقة أو صغيرة بكون أفضل. وبعدين برشه شوية من الملح، يعني تقريبا نص معلقة من الملح. وبتركه مع اللفت تقريبا ساعتين لحتى يطلع المي ويطلع اللون. هنا عندي بغسله للفت بعد ما طلع هذه المي، بتخلص منها وبغسله منيح وبحطه بالمرتبان. وبحط هون الشمندر، يعني العيار المناسب اللي هو كل كيلو لفت باخد حبة من الشمندر. بعد ما عبيناه بالمرتبان بدنا نعمل عيار الملح اللي هو كل كاسة من هذا الحجم بتاخد معلقة كبيرة من الملح. راح اعير لكم اياها هلا بالعيار قديش بتطلع هذه الكاسة لانها مش متواجدة في كل بيت. هنا حطيت 4 كاسات مي وأربع معالق من الملح ونص معلقة من السكر، بتعطي حموضة للمخلل. هون عيرت هذه الكاسة، هي طلعت معاي هون طلعت تقريبا 250 ملي، والباقي طلعت 150 ملي، يعني 400 ملي طلعت هذه الكاسة. بحط هون مية الشمندر بوزعها على المرتبانات وبحط المي وبسكرهم كتير منيح، يعني بقعدوا تقريبا أسبوعين 3 أو أحيانا شهر إذا كانت الدنيا برد. هلا بدنا نعمل مخلل الزهرة. بنقطعها الحجم المناسب. هذه الزهرة كتير طيبة، عملت منها ما شاء الله طلعت كمية منيحة لأن أولادي كتير بحبوها. وبعدين بس أقطعها بغسلها بالمي وملح، بغسلها كتير منيح وبحطها بالمرتبان وبحط معها الشمندر. العيار طبعا نفس اللفت، كل كيلو زهرة باخد حبة من الشمندر. وبحط هون مية الشمندر كمان لحتى تعزز اللون. وبحط المية والملح اللي عملناه وبسكره وبتركه. يعني المخللات بتاخد من أسبوعين تقريبا على حسب، أو 3. هون بدنا نعمل مخلل الملفوف الأبيض. بقطعه هون الحجم حسب الحجم اللي انتوا بتحبوه، أنا بحب هذه الحجم أقطعه.
طبعا هون مغسول كتير منيح. بدي احط معاه هون الجزر، بقطع الجزر، يعني التقطيعات على حسب الرغبة، كيف تكون التقطيعة كبيرة او صغيرة. بعد ما بنقطع الجزر والملفوف بنصفهم بالمرتبان. بعد ما نصفهم بالمرتبان بنحط المية. بحط هون شوية من التوم، يعني بحس الملفوف بده شوية من التوم، يعني تقريبا حبة من التوم قطعتها هيك. بعد ما يجهز معنا بنغطيه وبنتركه. هلا مخلل الملفوف الأحمر، هذا المخلل كتير كتير طيب. أنا بحب أقطعه هذا الحجم، بقطعه هيك شرحات، وبعدين برشه بمعلقة كبيرة من الملح. هذه الحبة كاملة، يعني بتيجي الحجم المتوسط. رشيتها معلقة كبيرة من الملح، وبحركه كتير منيح. هون نص معلقة من السكر، تعطيه حموضة. السكر بعطي حموضة للمخللات. هون بحركه كتير كتير منيح، وبتركه تقريبا يعني ربع ساعة أو نص ساعة لحتى يدبل. بحط هون شوية من التومة وبحطه بالمرتبان، بضغطه كتير منيح. وبعدين بنحط له المي. عيار المي طبعا كل المخللات نفس عيار المي اللي عملته. وبحط المي وبعدين بغطيه وبتركه مع باقي المخللات. هذه المخللات كتير كتير طيبة، يعني أنا دائما متواجدة في البيت عندي. تفتح النفس على الأكل ومنظرها بكون كتير حلو. وهيك عملت المخللات كلها، وبحفظها بخزانة المطبخ. هون عملت طبعا مخلل إذا شايفين هون في مرتبان للجزر. بس قطعت جزر وحطيت عليه المحلول الملحي. وعملت كمان قبل فترة مخلل بتنجان. إن شاء الله بحط لكم الوصف بصندوق الوصف إن شاء الله. مع السلامة، الله معاكم.